أسعد الله أوقاتكم أعزائي مستمعي هيبي اف ام. معكم أنا ندى إبراهيم في حلقة جديدة من برنامجنا قراءة في كتاب. في هذه الحلقة سنتناول كتاب بعنوان كيف ترسم خريطة العقل للكاتب والمؤلف توني بوزان، والصادر عن دار النشر مكتبة جرير للطباعة والنشر. عدد صفحات هذا الكتاب 151 صفحة. في هذا الكتاب سنتناول عدد من المحاور والتساؤلات الملحة والتي سنتكلم عنها، ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المستمعين، في هذا الكتاب يطرح الكاتب والمؤلف عددا من التساؤلات والمحاور الملحة، ومنها: هل تتمنى لو كنت أكثر تنظيما؟ هل تخفق إخفاقا كاملا في تحقيق التفكير السريع والمباشر؟ يعتبر رسم خريطة العقل أحد الأساليب التي أحدثت ثورة في التخطيط وتدوين الملاحظات، مما غير حياة ملايين البشر عبر العالم. وكتاب كيف ترسم خريطة العقل هو دليلنا الحاسم في عالم خرائط العقل التي يقدمها لك مكتشفها توني بوزان. وهذا الكتيب الإرشادي العملي يوضح كيف أن خرائط العقل تسهم في تسيير كثير من الأمور، ومنها: أولا الإعداد لتقديم العروض وإعداد البيانات، ثانيا ابتكار أفكار عبقرية، وثالثا إقناع الآخرين والتفاوض معهم، رابعا تذكر الأشياء، وخامسا تحديد الأهداف الشخصية. بداية، ما هي خريطة العقل؟ خريطة العقل هي تلك الأداة الرائعة في تنظيم التفكير، وهي غاية في البساطة. تمثل خريطة العقل البسيطة والموضحة أدناه خطة العمل اليومي، وتتعلق الفروع المنبثقة عن الشكل المركزي بالأمور المختلفة التي يتحتم فعلها اليومي، مثل استدعاء فني السباكة والتسوق في محلات البقالة. تعد خريطة العقل أسهل طريقة لإدخال المعلومات إلى ذهنك وإخراجها منه، فهي إحدى السبل الإبداعية والمبتكرة لتدوين الملاحظات والتي تخطط أفكارك تخطيطا كاملا. وتشترك جميع خرائط العقل في خصائص معينة، حيث تستخدم الألوان في كل خرائط العقل، وتحتوي خرائط العقل على شكل طبيعي متفرع من الشكل المركزي، وتستخدم فيها الخطوط والرموز والكلمات والصور طبقا لمجموعة من القواعد البسيطة والأساسية والطبيعية. يقول الكاتب: هل تشك في ذلك؟ عليك إذن تجربة هذه اللعبة ورسم أول خريطة عقل بالنسبة لك، لعبة الخيال وتداعي الخواطر. اقرأ الكلمات المكتوبة بخطوط عريضة أسفله، ثم أغمض عينيك على الفور ولا تفتحها لمدة 30 ثانية وفكر فيها. كلمة فاكهة. عندما قرأت الكلمة وأغمضت عينيك، فهل كان ما طرأ على ذهنك الحروف المقطعة لكلمة فاكهة؟ بالطبع لا، فلعل ما طرأ على ذهنك كان عبارة عن شكل إحدى أنواع الفاكهة المفضلة لديك، وربما سلة فاكهة أو محل بيع الفاكهة، وهكذا. وربما تكون قد تخيلت أنواعا مختلفة من الفاكهة مع ربطها بالمذاق المناسب لنوع الفاكهة، وبالمثل ربما تكون قد جربت نكهتها. يفكر ذهنك بطريقة تتشعب في جميع الاتجاهات، وذلك لأن الذهن يفكر بالاستعانة بالصور الحسية والروابط المناسبة والارتباطات والترابطات التي تتشعب منها. ويستخدم الذهن الكلمات لكي يثير تلك الصور والروابط الذهنية، حيث يقوم بتكوين صور ثلاثية الأبعاد ذات روابط متعددة تشكل لنا معنى خاصا. وما فعلته في تدريب الفاكهة يوضح أن ذهنك يرسم خرائط عقل بصورة طبيعية، وبهذا تكون قد أنجزت إنجازا كبيرا مما كنت تتصور، وتكون قد فتحت الطريق أمام التحسن الكبير في قدراتك الفكرية. في الحقيقة لقد تعلمت كيف يعمل ذهنك، ولفهم مدى براعة ذهنك ومدى أهمية خرائط العقل كطريقة تسمح له بالتعبير عن نفسه بصورة طبيعية وبسهولة. فعليك تأمل تدريب الفاكهة الذي أديته للتو مرة أخرى. ما هي السرعة التي تخيلت بها صورة الفاكهة؟
يجيب معظم الناس عن ذلك بقولهم على الفور، وفي حواراتك اليومية تصل على الفور إلى تيار دائم من البيانات بسهولة بالغة وببراعة، إلى درجة أنك لا تلاحظ أن ذهنك يؤدي عملا لا تستطيع أفضل أجهزة الحاسوب في العالم أداءه على الإطلاق. إنك تمتلك فعلا حاسوبا فائق التقنية، ألا وهو عقلك. إنها قدرات مذهلة لحاسوب فائق التقنية، والتي توظفها خرائط العقل أفضل توظيف. هناك 7 خطوات لرسم خريطة العقل. أولا، قم بثني ورقة بيضاء من جميع جوانبها وابدأ في منتصفها. لماذا؟ لأننا عندما نبدأ في المنتصف فإننا بذلك نعطي الحرية لذهننا ليتحرك في جميع الاتجاهات ويعبر عن نفسه بمزيد من الحرية والتلقائية. ثانيا، استخدم أحد الأشكال أو إحدى الصور للتعبير عن الفكرة المركزية. لماذا أيضا؟ لأن الصورة أفضل من ألف كلمة، كما أنها تساعدك على استخدام خيالك، والصورة المركزية تشكل إثارة أكبر وتجعلك تحافظ على مواصلة انتباهك وتساعدك على التركيز. ثالثا، استخدم الألوان أثناء رسم خرائط العقل. لماذا؟ لأن الألوان تعمل على إثارة الذهن مثل الصور، كما أنها تضفي القوة والحياة على خرائط العقل وتمنح تفكيرك الإبداعي طاقة هائلة. بالإضافة إلى ذلك فإن استخدام الألوان أمر ممتع. رابعا، أوصل الفروع الرئيسية بالشكل المركزي، وأوصل فروع المستويين الثاني والثالث بفروع المستويين الأول والثاني، وهكذا، لأن الذهن يعمل كما تعرف بطريقة الربط الذهني، وإذا قمت بالتوصيل بين الفروع فسوف تفهم الكثير من الأمور وتتذكرها بسهولة أكبر. في هذا الفصل سنتناول تلك المزايا التي تقدمها لنا خرائط العقل والتي تعمل على تحقيق أقصى استفادة منها. ومن هذه المزايا استخدام خرائط العقل في التواصل مع الآخرين وطريقة عرض الأفكار، حيث أن أكثر الأشياء التي تثير الخوف لدى الإنسان على وجه الأرض هو أن يطلب منه إلقاء خطبة أو عرض فكرة ما، حتى أنه يخاف تلك الأمور أكثر من خوفه من الثعابين والعناكب والقوارض والحروب والأمراض، بل إنه يخافها أكثر من الموت. لماذا؟ لأننا عندما نلقي خطبة أو نعرض فكرة فإننا نقف أمام الحضور دون حجاب يحول بيننا وبينهم حسيا وذهنيا، ولا مفر من الوقوع في الأخطاء أمام الحضور، ومن هنا يأتي الخوف. وللتعامل مع ذلك الخوف يقضي الكثير من الناس الساعات والأيام في إعداد الخطب المكتوبة، مما يهدر الوقت الثمين ويأتي غالبا بآثار عكسية، وذلك لأن تلك الخطب قد كتبت في شكل جمل ونحن لا نتحدث بهذا الشكل، فتتحول تلك الجمل إلى شكل رتيب وممل. وبالإضافة إلى ذلك فإننا نفقد التواصل مع جموع المخاطبين، لأنه يتحتم عليك النظر إلى الكلمات باستمرار، وعلاوة على ذلك فإنك معرض لفقد الجزئية التي وصلت إليها في القراءة، مما يوجب عليك معاودة النظر باستمرار إلى من يستمعون إليك. والأخطر من ذلك كله أنك تضع قدرات جسدك التعبيرية الهائلة خلف قضبان سجن محكم نتيجة ضرورة الإمساك بالأوراق، ومن ثم فإنك تفقد أكثر من 50% من قدراتك على التواصل مع الآخرين في مستهل حديثك. والحل يكمن في خرائط العقل. بنفس الطريقة التي صممت بها الخريطة العقلية لمفهوم الفاكهة، ستقوم ببساطة بوضع موضوع الخطبة في منتصف الصفحة، وستقوم بإخراج الأشكال والكلمات الرئيسية التي ترغب في إلقائها في شكل فروع تتفرع من الكلمة المركزية. وبعد انتهائك من خريطة العقل عليك بترقيم الفروع الرئيسية بنفس الترتيب الذي يفترض أن يتم عرضها به. ركز على أي نقاط أو علامات رئيسية بين الفروع المختلفة.
يقول الكاتب: استخدم خرائط العقل في التخطيط للمناسبات العائلية. تستخدم إحدى صديقاتي خرائط العقل في التخطيط لكل المناسبات اليومية والأسبوعية والسنوية الخاصة بأسرتها، وهي تقوم بوضع خرائط العقل الخاصة بها في مكان تسهل رؤيتها فيه على باب ثلاجتها، والخرائط العقلية بمنزلها تعرف باسم قلب العائلة، حيث تقول صديقتي أن خريطة العقل هي طريقة رائعة لتدوين كل ما ينبغي عليك فعله بأسلوب جذاب ومنظم. ويمكنك أن ترسم خريطة عقل شاملة أو سلسلة من خرائط العقل المصغرة التي تغطي جميع أنشطتك المستقبلية، وستوفر لك خرائط العقل تلك درجة جيدة من توجيه مستقبلك، كما ستساعدك على التخطيط بشكل أكبر وأكثر سهولة وكفاءة. في هذا الفصل سنتحدث عن استخدام الحاسوب لرسم خرائط العقل. يقول الكاتب: يمكن أن يساعدك الحاسوب على رسم خرائط العقل، وعلى الرغم من أن ذهنك هو الذي يبتكر الأفكار، إلا أن برامج الحاسوب تتيح لك رسم إحدى خرائط العقل على شاشة الجهاز. وتعد مزايا تلك الطريقة رائعة وكثيرة، حيث يمكنك أن تحفظ خرائط العقل الخاصة بك في إحدى الملفات، ثم تنقل تلك المعلومة إلى الملفات الأخرى. وتسمح لك خرائط العقل المرسومة على الحاسوب بتخزين قدر كبير من البيانات على هيئة خريطة عقل، وإحالة تلك البيانات إلى إحدى خرائط العقل الأخرى. كما تسمح بتحويل إحدى فروع خريطة العقل إلى إحدى الخرائط الأخرى، وتتيح لك كذلك إعادة ترتيب خرائط العقل بأكملها في ضوء المعلومات الجديدة وعقد المؤتمرات العالمية. أما إذا كنت تدرس أو تخطط لدراسة إضافية في أي مادة من المواد الدراسية، فإن كتاب خرائط العقل يعتبر وسيلة نموذجية للحصول على أعلى درجة. فمثلا في الفلسفة تقدم بعض الروايات وجهة نظر معينة كاستثارة للطريقة التي نفكر بها في العادة. نوع الرواية يمكن تصنيف الروايات تحت مسميات مختلفة، فهناك مثلا روايات سياسية، مغامرات، ألغاز، وروايات بوليسية وتاريخية. عندما تكون خريطة عقل لإحدى الروايات بهذه الطريقة، فلن تصاب بعد ذلك بالحيرة في تحديد نوعية كل شخصية في الرواية، أو تحديد زمن الأحداث وتحديد الأحداث الجارية. وسوف تكون خرائط العقل بمثابة شعاع من النور يضيء لك الطريق أثناء القراءة. الشخصيات، أنماطها وتطورها، مسرح الأحداث، مكان وزمان أحداث الرواية، اللغة، مستواها العام ونوع المفردات اللغوية، جرسها الموسيقي، وهكذا. التصوير البلاغي، نوع الصور المجازية التي يقدمها المؤلف لخيالك، الفكرة، نوع الأفكار التي تعالجها الرواية، بما في ذلك الأفكار العامة مثل الحب، السلطة، المال، الدين، وإلى آخره. الرمزية، حيث يستبدل مؤلف شيئا بآخر يدل عليه، مثل الزهور للحب، والعواصف الرعدية للغضب، والبحار الهادئة للسلام. وعندما تراجع إحدى خرائط العقل الخاصة بإحدى الكتب، فسيبدو الأمر مثل النظر إلى ألبوم صور فوتوغرافية، حيث ستتذكر على الفور الكثير من المعلومات التي تثيرها كل صورة من تلك الصور المعبرة عن آلاف الكلمات. فكل الروايات تتألف من مجموعة مكونات رئيسية كبيرة، الأمر الذي يسمح لك بتلخيص رواية كاملة في صفحة واحدة. كيف تستخدم خريطة العقل لتلخيص كتاب بأكمله في صفحة واحدة؟ يعد رسم خرائط العقل للكتب أمرا سهلا، وفي الواقع فإن الكتب قد وضعت لكي يرسم لها خرائط عقل، ويمكن أن يكون هذا الأمر ذا فائدة لا تقدر بثمن بالنسبة للدراسة. ولتلخيص كتاب كامل في صفحة واحدة، تصفح أولا الكتاب مع وضع علامة بجوار عناوين الأبواب والفصول الرئيسية،
ستمثل هذه العناوين الفروع الرئيسية لخريطة العقل. استخدم خرائط العقل في التسوق، وستجد أن تخطيطك للتسوق يسير على نحو أسرع وأكثر كفاءة، وستشتري كل ما كنت ترغب في شرائه، وستتخلص من الشعور المزعج بالشك في أنك نسيت شيئا ما. ولكي تخطط لمستقبلك المثالي فقد تعرفت على خرائط العقل الرائعة، حيث أنها ستساعدك على توجيه مستقبلك. ولعلك تكون مستعدا بالفعل للتعرف على الحقيقة التي تقول أنك سوف تحقق ما تعتقد أنك ستحققه. وبإمكان خرائط العقل بحكم كونها أداة ذات فائدة كبيرة في التفكير أن تساعدك على التفكير بشكل ممتاز في سبيل تحقيق ما تصبو إليه، ومن ثم تزداد احتمالية تحقيقه في ظل وجود خرائط العقل التي تحتوي على مثل تلك الإمكانيات. وعليه فإن مهمتك المثيرة التالية هي إطلاق العنان لخيالك. فتخيل أن أمامك وقتا غير محدود، وأن مواردك وطاقتك غير محدودة، وأنك تستطيع تحقيق كل ما تصبو إليه للأبد. ومرة أخرى استخدم ورقة بيضاء كبيرة وارسم في منتصفها شكلا مبسطا يصور أهم أحلام مستقبلك المثالي، وقم برسم خريطة عقل أو 10 خرائط عن تلك الأحلام التي تصبو إلى تحقيقها، إذا لم يكن هناك ما يحول بينك وبين تحقيقها. وبالنسبة لخريطة العقل التي تصور مستقبلك المثالي، فينبغي أن تشتمل على كل ما كنت تحلم بتحقيقه في أي مرحلة من حياتك. ومعظم الأحلام التي يحلم بها كثير من الناس تشمل الرحلات وتعلم لغات جديدة وتعلم العزف على آلة موسيقية وهكذا. أما عن الموضوعات المقترحة للفروع الرئيسية للخريطة فتشمل المهارات والتعليم والأصدقاء والأسرة والوظيفة والهوايات والأهداف. قم برسم خريطة العقل التي تعبر عن بقية حياتك بحيث تتخيل عند تصميمها كما لو أن جنيا قد خرج من المصباح السحري وقال لك أنك إذا رسمت خرائط العقل التي تصور مستقبلك المثالي بحيث تخرج تلك الخرائط مميزة ومعبرة تماما عن كل أمانيك وتشمل كل ما يتعلق بها، فإنه سيلبي لك كل ما تتمناه. وفي النهاية يقول الكاتب: عندما ابتكرت خرائط العقل كان حلمي في الأساس إيجاد أداة فكرية متميزة يمكن لأي شخص أن يستخدمها بسهولة، ويمكن تطبيقها على آلاف المواقف المختلفة، وتساعد الناس كذلك في كل أوجه حياتهم. وبعبارة أخرى أن تصبح أداة يمكن تطبيقها على الحياة نفسها، كما أن هذه الأداة قد صممت بحيث تمكن المرء من التعبير عن نفسه بشكل متفرد، والأهم أنها قد صممت لتكون ممتعة لمن يحاول تجربتها. ولقد أصبحت تلك الأداة تعكس الروعة والعبقرية الطبيعيتين اللتين يتمتع بهما العقل البشري، ولم تكن تلك الأداة سوى خريطة العقل. وبإمكان خريطة العقل أن تساعدك في كل الأنشطة اليومية، ابتداء من المستوى العلمي لكل يوم على حدة، وانتهاء بابتكار أفكار جديدة مهمة. وتنتشر خرائط العقل حول العالم كما تتزايد أعداد من يتبنون تلك الأداة الفكرية ذات الفائدة الكبيرة. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم من برنامج قراءة في كتاب، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة.